بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوة أعضاء التمثيليات، السلام عليكم. الإخوة الحضور، بعد تلاوة قرارين القانون المالي نتلو على مسمى برنامج العمل للفرع الجهوي القنص لجهة الشرق والذي يخص موسم 2026-2027. قراءة لمضمون برنامج العمل الفرع الجهوي القنص لجهة الشرق لموسم 2026-2027. يأتي إعداد برنامج عمل مكتب الفرع الجهوي لموسم 2026-2027 في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير أنشطة القنص بشكل مستدام مع الحفاظ على التوازن البيئي والموارد الطبيعية. ويشتمل هذا البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى الرفع من أداء مكتب الفرع وتحقيق أهدافه. الفقرة الأولى: دعم الفرع الجهوي بالموارد البشرية. يعد العنصر البشري ركيزة أساسية لنجاح أي عمل تنظيمي، لذا يسعى مكتب الفرع إلى استقطاب كفاءات مؤهلة لتوزيع المهام بشكل يضمن الفعالية والنجاعة. وتتجه قناعة مكتب الفرع إلى التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص من أجل تبني توظيف هذه الكفاءات على المستوى المركزي لضمان استمرارية العمل واستقرار الطاقم الإداري. الفقرة الثانية: توفير لوازم المكتب ومعدات الإدارة. يعمل مكتب الفرع الجهوي على توفير جميع المستلزمات الضرورية لضمان السير العادي لإدارة مكتب الفرع من أدوات مكتبية وحواسيب وكل وسائل العمل الضرورية، بما يساهم في تحسين جودة العمل الإداري وتسريع وتيرة الإنجاز. الفقرة الثالثة: الأنشطة المختلفة لمكتب الفرع، اجتماعات، لقاءات تحسيسية وتواصلية. ينظم مكتب الفرع خلال السنة سلسلة من الأنشطة تشمل اجتماعاته لتتبع سير العمل واتخاذ القرارات، إضافة إلى عقد لقاءات تحسيسية لفائدة القناصة والمهتمين بميدان القنص والمحافظة على الثروة الوحيشية بهدف نشر ثقافة القنص المسؤول والتواصل مع مختلف الشركاء. الفقرة الرابعة: التجهيزات الأساسية لمكتب الفرع. يولي مكتب الفرع أهمية خاصة لتجهيز مقره بالمعدات الأساسية والضرورية مثل الإثاث الإداري، المكاتب والكراسي ووسائل الأرشفة وأنظمة الإعلاميات وآلات النسخ وغيرها، وذلك لضمان بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتحقيق النتائج. الفقرة الخامسة: حظيرة السيارات، الإصلاحات والتأمين. يعمل مكتب الفرع الجهوي على تدبير حظيرة السيارات من خلال صيانتها بشكل دوري وتأمينها وتوفير المحروقات اللازمة، بما يضمن الجاهزية الدائمة للقيام بالمهام الميدانية على أحسن وجه، خاصة تسهيل حركية الحراس الجامعيين أثناء عمليات المراقبة والتتبع. الفقرة السادسة: تهيئة المحميات الطبيعية وعمليات إطلاق الحجر ومحاربة الحيوانات الضارة. اهتمام مكتب الفرع الجهوي بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الثروة الوحيشية يعد من أولوياته، على اعتبار أن ذلك من أهداف الجامعة الملكية المغربية للقنص. ويتجلى هذا الاهتمام عبر تهيئة المحميات الثلاثية وتنظيم عمليات إطلاق الحجر بشكل دروس يساهم في إعادة التوازن البيئي ودعم الثروة الوحيشية وضمان استمراريتها. الفقرة السابعة: الحراس الجامعيون، التكوين والتجهيز. يسعى مكتب الفرع الجهوي إلى تأهيل الحراس الجامعيين من خلال تنظيم دورات تكوينية مستمرة وتوفير التجهيزات الضرورية مثل الزي الرسمي ووسائل المراقبة لضمان مزاولة مهامهم على أحسن ما يكون كعمليات المراقبة والحراسة والتتبع. الفقرة الثامنة: مصاريف المحامي والدعاوي القضائية. نظرا لطبيعة أنشطة الفرع الجهوي المختلفة والتي يمكن أن تكون عرضة للأخطاء الإدارية، تم تخصيص ميزانية لتغطية مصاريف المحامي ومتابعة الدعاوي القضائية، سواء للدفاع عن مصالح الفرع أو لمواكبة القضايا المرتبطة بمخالفة القنص والدفاع عن الحراس الجامعيين أمام ما يتعرضون له من مضايقات خلال ممارسة مهامهم. الحاصلة: سننتقل من القراءة التوضيحية التي تقتصر على تقديم مضامين الفقرات بشكل وصفي إلى قراءة رقمية أكثر دقة وشفافية تعتمد على تحديد الاعتمادات المالية المرصودة لكل محور من محاور البرنامج. ويهدف هذا التحول
إلى تمكين السادة أعضاء المجلس الجهوي من رؤية واضحة لحجم الموارد المخصصة وتعزيز آليات التتبع والتقييم وربط الأهداف المسطرة بالإمكانيات المرصودة لتحقيقها. وعليه يعرض هذا البرنامج على أنظار مجلسكم الموقر في صيغة تجمع البعد الوصفي والتحليل المالي بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وموضوعية. برنامج عمل الفرع الجهوي للقنص لجهة الشرق لموسم 26/27 والاعتمادات المالية المخصصة لإنجازه. الفقرات: الفقرة الأولى تضم دعم المكتب بالموارد البشرية من مصاريف العمال والمستخدمين. الأجور 24,000 درهم. المجموع الفقرة الأولى 24,000 درهم. الفقرة الثانية تجهيز مكتب الفرع من مصاريف المكاتب والمعدات واللوازم. شراء المكاتب والمعدات الإعلامية 15,000 درهم. شراء لوازم المكاتب 5,000 درهم. مجموع الفقرة الثانية 20,000 درهم. الفقرة الثالثة الأنشطة المختلفة للمكتب: اجتماعات، لقاءات تحسيسية، الجموع العامة، التكوين والإعلام. مصاريف اجتماعات المكتب 20,000 درهم. مصاريف الجمعات العامة 30,000 درهم. مصاريف الأيام التحسيسية التواصلية والتكوين 60,000 درهم. مصاريف التغطية الإعلامية 3,000 درهم. مجموع الفقرة الثالثة 115,000 درهم. الفقرة الرابعة المقرات الإدارية: تجهيز وصيانة وكراء المقرات. صيانة البنايات 40,000 درهم. كراء المقر 26,400 درهم. مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت 3,600 درهم. مجموع الفقرات الرابعة 70,000 درهم. الفقرة الخامسة السيارات: مصاريف السيارات، تأمين الصيانة والمحروقات. المحروقات 70,000 درهم. إصلاح وصيانة السيارات 35,000 درهم. مصاريف التأمين والضريبة كانت خاصة بالجامعة من القنص هي كانت خاصة. الفحص التقني 5,000 درهم. مجموع الفقرة الخامسة 110,000 درهم. الفقرة السادسة تهيئة المحميات، إعادة الإعمار، نقاط الماء، المطيرات، محاربة الحيوانات الضارة. شراء العلف 15,000 درهم. نقل العلف 5,000 درهم. نقاط الماء والموردات يعني المشربات 20,000 درهم. التخفيض من عدد الحيوانات الضارة 10,000 درهم. مجموع الفقرة السادسة 50,000 درهم. الفقرة السابعة الحراس الجامعيين، التجهيز، التأطير واللوجستيك. الملابس والمعدات 20,000 درهم. وسائل النقل دراجات نارية 50,000 درهم. مجموع الفقرة السابعة 70,000 درهم. الفقرة الثامنة مصاريف الدعاوى والمحامي. مستحقات المحامي 5,000 درهم. مصاريف مختلفة خاصة بالدعاوي 2,000 درهم. مجموع الفقرة الثامنة 7,000 درهم. الفقرة التاسعة مصاريف مختلفة: صندوق البريد 230 درهم. مجموع الفقرة التاسعة 230 درهم. مجموع العام وهو 446,230 درهم. خلاصة: يشكل هذا البرنامج رؤية متكاملة لتطوير عمل مكتب الفرع الجهوي للقنص لجهة الشرق، حيث يجمع بين الجوانب الإدارية والتقنية والبيئية والتواصلية بما يعزز من فاعليته ويساهم في تحقيق أهدافه. طبعا هذا برنامج توقعي للموسم المقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.